مساء الفل. الاهلي كسب بطولة افريقيا رقم 11. مشوار الاهلي في البطولة ما كانش مشوار سهل. هل الاهلي كسب البطولة بسبب ضربة جزاء بتاعت اطهر طاهر الهلال السوداني اللي ضيعها؟ تعالوا نشوف الاهلي ومشواره في بطولة افريقيا ال11. اول حاجة الاهلي في دور ال 32 لاعب الاتحاد المنستيري التونسي، كسب في تونس 1-0 وفي القاهرة كسب 3-0. بعد كده لعب دور المجموعات، كان معاه في المجموعات القطن الكاميروني والهلال السوداني ومعاه سان داونز. اول ماتش اتاجل عشان الاهلي كان بيلعب في كاس العالم للانديه مع القطن الكاميروني، اتاجل. فاول ماتش فعلي لعبوا مع الهلال السوداني في السودان، خسر الاهلي 1-0. تاني ماتش لعب في القاهره، لعب مع سان داونز، اتعادل 2-2، يعني يعتبر خسران نقطتين على ارضه. الاهلي بعد كده راح لعب مع القطن الكاميروني في القاهره، كسب 3-0. لعب مع سان داونز في جنوب افريقيا، خسر 5-2 مع سان داونز. كده الاهلي من 4 ماتشات مع 4 نقط. بعد كده لعب مع القطن الكاميروني، كسبوا 4-0. آخر ماتش كان مع الهلال السوداني، وكان لازم يكسب بنتيجة أكتر من 2، الأهلي كسب 2 أو أكتر، الأهلي كسب 3-0. بيلن أطهر طاهر هو مش هو اللي كسب الأهلي بطولة، هو اللي خلى مفتاح الأهلي إن هو يصعد من دور المجموعات. يعني الأهلي استغل الفرصة اللي جات له من أطهر طاهر واستغلها كويس وصعد دور المجموعات. مش هو السبب الرئيسي ان الاهلي خد البطوله، لا، ده هو المفتاح اللي الاهلي يصعد بيه للدور اللي بعد كده. طيب بعد كده الاهلي لعب مين؟ لعب الرجاء المغربي. عمل ايه؟ كسب 2-0 في القاهره وتعادل 0-0 في المغرب. لعب بعد كده مع الترجي كسبوا في تونس، كسبوا 3-0، وكسبوا في القاهره 1-0. وفي النهائي لعب الوداد، كسبوا 2-1 في القاهره وتعادل معاه 1-1 في المغرب. طيب دلوقتي هل الاهلي بقى كسب البطوله دي حظ؟ لا، الاهلي فعليا هو لعب كل الفرق القويه اللي موجوده في بطوله افريقيا، ما عدا بس سان داونز هو اللي ما قدرش ان هو يكسبه الاهلي. بس الوداد هو اللي كسب سان داونز وطلعه بره البطوله، والاهلي كسب الوداد في النهائي وخد البطوله. مبروك الاهلي، بطوله من اصعب بطولات افريقيا اللي عدت على الاهلي. ان هو كان في تذبذب في المستوى جامد قوي من الاهلي ان هو يخرج من البطوله خالص من دور المجموعات، لان هو جات له فرصه الحياه ليه تاني بعد ماتش الهلال السوداني مع سان داونز وصعد. بعد كده الاهلي من دور المجموعات، الاهلي لعب فرق تقريبا شمال افريقيا كلها القويه. الاتحاد المنستيري كانت فرقه قويه وصلت لادوار بعيده قوي في الكونفدراليه بعد ما خرج من بطوله افريقيا. لعب الوداد، لعب الرجاء، لعب الترجي. مبروك الاهلي ال11، وكان اداء يستحقوا عليه البطوله، ولعبوا الفرق كلها التقيله. مبروك الاهلي تاني على بطوله افريقيا رقم 11.